عرفنا مع بعض في الترم الأولاني إن الدولة الإسلامية اتنشأت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي جه عصر الخلفاء الراشدين، وعرفنا قد إيه إن الدولة الإسلامية اتسعت في عهد الخلفاء الراشدين. ولكن في عهد عثمان بن عفان عرفنا إن كان في فتنة قام بيها واحد اسمه عبد الله ابن سبأ اليهودي. الفتنة دي أدت في النهاية لمقتل عثمان ابن عفان. وآخر واحد بقى في عهد الخلفاء الراشدين اللي هو علي بن أبي طالب. حدث خلاف كبير جدا بين المسلمين ما بين علي بن أبي طالب وما بين معاوية بن أبي سفيان، وفي النهاية اتقتل علي بن أبي طالب على إيد أحد الخوارج، وبكده خلص خالص عصر الخلفاء الراشدين. والكلام ده كان سنة 40 هجريا. معكم مستر مصطفى حسني، مدرس مادة الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله نشرح النهاردة أول درس عندنا في منهج تانية إعدادي في التاريخ، اللي هو بعنوان الدولة الأموية. الدولة الأموية اتعملت سنة 41 هجريا. سميناها الدولة الأموية لأنها تنسب إلى أمية. مين أمية ده؟ اللي هو الجد الأكبر لمعاوية ابن أبي سفيان. يعني اللي أسسها واحد اسمه معاوية بن أبي سفيان، فعشان جده عزيز عليه جدا فسماها على اسم جده، فسماها الدولة الأموية. يعني لما أجي أقول لك الدولة الأموية اتسمت كده ليه، هتقول لي لأنها تنسب إلى أمية الجد الأكبر لمعاوية ابن أبي سفيان. أسسها معاوية سنة 41 هجريا، بعد ما تنازل ليه الحسن بن علي بن أبي طالب. يعني إيه؟ يعني بعد مقتل علي بن أبي طالب سنة 40 هجريا، المسلمين أو في جزء من المسلمين بيعوا الحسن ابن علي. بس الكلام ده الشام او الناس اللي موجودين في الشام ما تقبلوش خالص فكرة ان الحسن يمسك الخلافة. فالحسن زي ما تقدر تقول كده ان هو طلع عاقل، فتنزل عن الخلافة لمعاوية ابن ابي سفيان، عشان ما يحصلش دم تاني وما يحصلش معارك تاني وما يحصلش حروب تاني زي اللي حصلت واللي عرفناها في الترم الاول ما بين معاوية وما بين علي بن ابي طالب. فالحسن بن علي طلع عاقل، طلع مخه كبير، فتنازل عن الخلافة لمعاوية عشان يحقن دماء المسلمين. يعني إيه يحقن دماء المسلمين؟ يعني عشان ما يحصلش دم تاني ومعارك تاني وما يكونش فيه اي حروب ما بين المسلمين. فعشان كده العام ده اللي اتنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية اتسمى بعام الجماعة. ليه سمينا العام ده بعام الجماعة؟ لأن العام ده اللي اجتمعت فيه كلمة المسلمين بعد ما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان. وهنا ده سؤال مصطلح عندي مهم جدا في الدرس. لما اجي اقول لك ما المقصود بعام الجماعة، هتقول لي هو عام 41 هجريا اللي اجتمعت فيه كلمة المسلمين، وده العام اللي ايه ان الناس بايعوا معاوية بن ابي سفيان خليفة المسلمين بعد ما تنازل الحسن ليه عن الخلافة. المسلمين شافوا ان اللي عمله الحسن ده لما تنازل عن الخلافة لمعاوية، شافوا ان ده خير، وده تحقيق حلمه قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم ايام ما كان حي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت كان حلم قال ان الحسن حفيدي. طبعا الحسن ده حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حلم الحلم ده قال ان الحسن ده هيبقى في يوم من الايام هيبقى ليه شأن عظيم، وهيعمل حاجة يصلح ما بين او يصلح مشكلة ما بين فئتين عظيمتين ما بين المسلمين. وفعلا اللي عمله الحسن ده هو تحقيق لنبوءة او تحقيق حلم النبي اللي حلمه قبل كده أيام ما كان حي. فاستبشر المسلمون خيرا ورأوا أن ما فعله الحسن ابن علي تحقيق لنبوءة جده الرسول صلى الله عليه وسلم. فعشان كده اتسمى العام ده بعام الجماع اللي هو سنة 41 هجريا. طب الدولة الأموية اللي هو أسسها معاوية كانت عاصمتها فين؟ قالك كان عاصمتها في دمشق، ومدة حكمها 91 سنة. يعني مدة حكم الدولة الأموية من 41 هجريا لحد 132 هجريا، يعني كده 91 سنة. عدد خلفاء الدولة الأموية 14 خليفة. انت كطالب تاني اعدادي مش محتاج ان انت تذاكر ال 14 خليفة، لان انت مقرر عليك بس ان انت تذاكر 4 خلفاء فقط من خلفاء الدولة الأموية. فعشان كده هناخد مع بعض دلوقتي أشهر خلفاء الدولة الأموية. طبعا أكيد هنتكلم عن أول واحد بنى الدولة الأموية وأسسها، اللي هو معاوية ابن أبي سفيان، المؤسس الأول للدولة الأموية. محتاجين نعرف معاوية بن أبي سفيان ده قبل ما يتولى خلافة الدولة الأموية وقبل ما يحكم الدولة الأموية كان عامل ازاي، أو كان شغال ايه بالظبط، أو كانت حياته كانت عاملة ازاي قبل ما يتولى الخلافة.
معاوية بن أبي سفيان كان من كتاب الوحي. يعني إيه من كتاب الوحي؟ يعني الوحي اللي كان بينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان معاوية كان بيكتبه في كتب خاصة بكتب الوحي. معاوية بن أبي سفيان كان بيشارك في حروب الردة. عرفنا في الترم الأول مع بعض إن أبو بكر الصديق طبعا كان بيحارب المرتدين، الناس اللي ارتدوا عن الدين الإسلامي وامتنعوا عن دفع الزكاة، وكمان رفضوا إن هم يصلوا، ورفضوا طبعا حاجات كتير جدا بتهدد الدولة الإسلامية. فمعاوية بن أبي سفيان كان مع أبو بكر الصديق في الحرب ضد المرتدين. معاوية بن أبي سفيان برضو كان بيشارك في فتح الشام أيام برضو الفتوحات الإسلامية، لما كانوا بيتم فتح الشام عشان تكون جزء من أراضي الدولة الإسلامية. معاوية بن أبي سفيان كان من ضمن الجيوش دي. معاوية بن أبي سفيان أصبح والي على الشام سنة 18 هجريا، وفضل بقى من الوقت ده بيحكم الشام لحد ما مسك الدولة الأموية. طبعا معاوية بن أبي سفيان اتولى الخلافة اللي هي في أول سنة من تأسيس الدولة الأموية 41 هجريا لحد ما توفى سنة 60 هجريا، يعني تقريبا حكم حوالي 19 سنة. الدولة الأموية طبعا أول خليفة فيها معاوية بن أبي سفيان، فترتيب معاوية هو أول خلفاء الدولة الأموية. طب احنا محتاجين نعرف معاوية بن أبي سفيان أول لما مسك الدولة الأموية إيه هي أهم الأعمال اللي قام بيها في خلافته كحاكم للدولة الأموية. أول حاجة إن هو جمع كلمة المسلمين بعد ما تولى الحكم. طبعا قال الناس كلها لازم نكون متحدين مع بعض ضد أي أخطار خارجية. معاوية بن أبي سفيان نقل العاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق. طبعا احنا عرفنا في الترم الاول ان علي بن ابي طالب عاصمة الدولة الاسلامية في عهده كانت الكوفة، فمعاوية قال لك لا، احنا مش عايزين عاصمة الدولة الاسلامية تكون في الكوفة في العراق، لا احنا عايزين ننقلها في مكان تاني، هنخليها في دمشق. اشمعنى دمشق؟ لان هو اصلا كان حاكم، احنا لسه قايلين من شوية ان هو كان حاكم فين، كان حاكم على الشام. فاتباعه بقى ومؤيدينه وانصاره واصحابه كلهم وكل الناس اللي عارفينه هناك في الشام، فعشان يكون وسط ناسه ووسط حبايبه ووسط ايه ووسط مؤيديه وانصاره، فنقل العاصمة من الكوفة الى دمشق حتى يكون بين مؤيديه. معاوية بن ابي سفيان انشأ ديوان اسمه ديوان الخاتم عشان يحفظ ويختم مراسلات الخليفة. يعني ايه؟ اي ورقة بتطلع من الخليفة لازم تكون مختومة عشان ما تتزورش. فهو أول من اخترع الكلام ده هو معاوية بن أبي سفيان، فأنشأ ديوان الخاتم عشان يحفظ ويختم مراسلات الخليفة، ويكون الورقة دي فعلا طالعة من الخليفة بالختم بتاعه منعا للتزوير. كمان معاوية بن أبي سفيان أنشأ نظم البريد. البريد اللي هي بتبقى الجوابات بتاعة البوسطة، أول لما تم إنشائها اتنشأت في عهد الراجل ده اللي هو معاوية ابن أبي سفيان. كمان أدخل نظام الوراثة في الحكم. يعني إيه؟ قال يعني أنا بعد كده، يعني لما أتوفى ابني يمسك الحكم مكاني، يعني أنا أورث الحكم لمين؟ أورث الحكم لابني. ففعلا بعد ما معاوية توفى مسك ابنه يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. كمان معاوية بن أبي سفيان من أهم أعماله إن هو واصل حركة الفتوحات الإسلامية اللي وقفت في عهد علي بن أبي طالب. قال إن إحنا عايزين ندخل بلاد أكتر وأكتر وننشر فيها الدين الإسلامي. معاوية بن أبي سفيان من ضمن أعماله إن هو اهتم بالبحرية الإسلامية. قال برضو إن إحنا لازم نهتم بالأساطيل اللي هو السفن، عشان لو في أي حد فكر إن هو يهجم علينا من ناحية البحر نكون إحنا جاهزين ليه. معاوية بن أبي سفيان من ضمن برضو أعماله إن هو اهتم بالعمران. قال إن أنا عايز أبني وأعمر وأشيد، فبنى مدينة جميلة جدا موجودة في تونس اسمها مدينة القيروان. بعد كده هنتكلم عن المؤسس التاني اللي هو عبد الملك ابن مروان. بس واحد يجي يقول لي هو ده يعني اللي مسك بعد معاوية بن أبي سفيان على طول؟ أنت لسه قايل من شوية إن ابنه يزيد مسك الحكم بعد وفاة أبي معاوية. هقول لك تمام، بس احنا قلنا احنا مش هنذاكر ال 14 خليفة كلهم، احنا هناخد بس اشهر اربعة فيهم، فمش ضروري اللي احنا هنذاكره او هنقول عليه دلوقتي هو اللي مسك بعد معاوية على طول. فعشان كده عبد الملك بن مروان قضى على الفتن وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية. عبد الملك بن مروان أول لما تولى حكم الدولة الأموية كان في فتن، وكان في ناس بتحارب بعضها، وكان في ناس بتتخانق مع بعضها، فقدر إن هو يعيد الاستقرار والأمن في الدولة
الإسلامية. فعشان كده يعني المؤرخون اعتبروه ان هو المؤسس الثاني للدولة الأموية. فهذا سؤال مهم جدا لما اجي اقول لك ليه المؤرخون بيعتبروا عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية رغم ان هو خامس واحد في الدولة الأموية، عشان قدر ان هو يقضي على الفتن وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية. الراجل ده عمل حاجة عظيمة جدا من ضمن فترة حكمه، ان هو امر بتنقيط المصحف، اي وضع النقاط على الحروف حتى يسهل قراءته على حديث العهد بالاسلام. مش فاهم؟ تخيل القرآن الكريم في عهد عبد الملك بن مروان او قبل عهده يعني كان بيتقري من غير نقط. يعني انت تيجي تقرا مثلا الف او العين او القاف ما بيكونش عليها نقط اصلا، هم كانوا بياخدوها بالشبه وكانوا حافظينها كده ايه بالشبه، فما كانش في نقط اصلا على الحروف. فطبعا اي واحد داخل الاسلام جديد او من جنسية تانية مثلا بيتعلم قراءة القرآن الكريم، فكان صعب جدا عليه ان هو يقرأ القرآن بشكل صحيح. فعشان كده عبد الملك بن مروان امر بتنقيط المصحف، يعني قال ان احنا لازم نحط النقط على الاحرف عشان الناس اللي داخلة الاسلام جديد تعرف تقرأ بشكل كويس. يبقى امر بتنقيط المصحف حتى يسهل قراءته على حديث العهد بالاسلام. كمان عبد الملك بن مروان عرب الدواوين، أي جعل لغة الكتابة بها باللغة العربية. عرفنا طبعا في الترم الأول إن الخليفة عمر بن الخطاب اللي هو تاني الخلفاء الراشدين إن هو أنشأ الدواوين، بس ساعتها الدواوين كانت باللغة الفارسية. عبد الملك قال لا، ما ينفعش الكلام ده، احنا مسلمين فلازم الدواوين تكون باللغة العربية. كمان عبد الملك بن مروان ضرب العملة الإسلامية بعد ما كانت رومانية أو فارسية. العملات الفلوس المعدنية يعني زي دلوقتي عندنا كده الجنيه والنص جنيه اللي هي المعدنية مش الورق، كانت كلها عملات أجنبية. قبل ما يجي عبد الملك بن مروان كانت رومانية وكانت فارسية يعني أجنبية. قال لك لا، احنا طبعا عبد الملك بن مروان قال احنا لازم يكون لينا عندنا عملات خاصة بينا، فراح عمل عملات إسلامية اللي مكتوب عليها الشهادتين زي ما انت شايف في الرسمة دي. كمان عبد الملك بن مروان أنشأ مسجد جميل جدا كلنا عارفينه في فلسطين في القدس، اسمه مسجد قبة الصخرة اللي هو موجود قدامك في الصورة ده. كمان واصل حركة الفتوحات الإسلامية زي معاوية ابن أبي سفيان. هنتكلم بعد كده عن الوليد بن عبد الملك اللي هو ابن عبد الملك ابن مروان، وده ترتيبه سادس خلفاء الدولة الأموية. مسك فترة الخلافة من 86 هجريا لحد وفاته 96 هجريا، يعني حوالي 10 سنين. الوليد بن عبد الملك المؤرخون بيعتبروه ان العصر بتاعه العصر الذهبي. ليه العصر الذهبي؟ لانه عمل حاجات جميلة جدا. تعالوا بينا مع بعض نعرف ايه الحاجات الجميلة اللي عملها الوليد ابن عبد الملك. عشان كده المؤرخون بيعتبروه ان عصره او فترته او فترة حكمه تعتبر بمثابة العصر الذهبي. اول حاجة ان هو اهتم بالعمران. يعني ايه يا مستر عمران؟ يعني البناء، قعد يبني ويعمر ويشيد. بنى المسجد الاموي بدمشق. المسجد الاموي موجود حتى الان في دمشق اللي هي عاصمة سوريا. كمان الراجل ده اللي هو الوليد بن عبد الملك أعاد بناء المسجد النبوي في المدينة. المسجد النبوي اللي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، الوليد بن عبد الملك أعاد بناؤه من تاني عشان يكون مساحته كبيرة جدا وواسعة ويستقبل مصلين ومسلمين كتير جدا. كمان الوليد بن عبد الملك عمل حاجة جميلة جدا، ان هو وسع الحرم المكي بمكة المكرمة. الحرم المكي المقصود بها طبعا ساحة الكعبة، الكعبة اللي موجودة في السعودية حاليا. طبعا وسع برضو الطريق او المسافة او المساحة حواليها عشان تستقبل حجاج كتير جدا. كمان الوليد بن عبد الملك اهتم بالفتوحات الإسلامية. يعني كل خليفة احنا بنمسكه في الدولة الأموية بيهتم بالفتوحات الإسلامية اللي هو بيفتح بلاد أكتر وأكتر عشان ينشر فيها الدين الإسلامي. بس الراجل ده بالذات، الراجل ده تحديدا اللي هو الوليد بن عبد الملك، قدر ان هو يوسع الدولة الإسلامية أكتر وأكتر. يعني يعتبر أكتر واحد في الدولة الأموية. الدولة الإسلامية كانت كتيرة جدا أو كبيرة جدا في عهده، لدرجة ان مساحة الدولة الإسلامية في عهد الوليد وصلت من الأندلس غربا اللي هي موجودة حاليا في أسبانيا لحد إقليم السند شرقا عند تقريبا حدود دولة الهند. فكانت مساحتها كبيرة جدا في عهد الوليد ابن عبد الملك. كمان الراجل ده قدر ان هو يقدم خدمات اجتماعية للناس اللي هم الناس المرضانين والناس المعاقين اللي هم يعني عندهم أمراض والناس الفقراء. فكان دايما بيقدم لهم مساعدات إنسانية عشان طبعا يهتم بيهم جدا. هنتكلم بعد كده عن آخر واحد مقرر علينا اللي
اللي هو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز المؤرخون بيقولوا عليه الخليفة الزاهد. كلمة زاهد جاية من كلمة زهد، والزهد معناه ان ابعد عن كل متع الدنيا، واهم حاجة عندي النعيم اللي في الاخرة. يعني اقعد اصلي واصوم وابعد عن شهوات ومتع الدنيا، وعشان ربنا يرضى عني، عشان اكسب الجنة في الاخرة. فهو ده بالظبط عمر بن عبد العزيز اللي كان بيعمله، فعشان كده بيقولوا عليه الخليفة الزاهد. والمؤرخون كمان بيعتبروه خامس الخلفاء الراشدين. واحد يجي يقول لي ازاي يا مستر، احنا حاليا بنتكلم في عصر الدولة الأموية، ازاي احنا رجعنا لورا وبنتكلم عن عصر الخلفاء الراشدين؟ هو انا هقول لك لا، هو مش تبع الخلفاء الراشدين، بس المؤرخون بيعتبروه، يعني بيعتبروه ليس الا، انما هو مش خامس خلفاء راشدين. احنا عندنا اربعة بس من الخلفاء الراشدين، اللي هو طبعا مين؟ اول واحد طبعا ابو بكر، وبعد كده عمر، بعد كده عثمان، بعد كده علي. يعني اخرهم اربعة، بعد علي مفيش ايه خامس خلفاء راشدين. بس المؤرخون بيعتبروه ليس الا اعتباريا فقط، ليس الا بيعتبروه هو خامس الخلفاء الراشدين. طب اشمعنى؟ بما تفسر ما عرف عنه من العدل واستشارته للعلماء في امور الدولة. كان عادل جدا، وكان دايما اي حاجة يعملها يرجع للعلماء، وكان كل اعماله اللي قام بيها اللي هنعرفها دلوقتي مع بعض كلها لصالح الدولة الإسلامية. يعني مفيش أي حاجة بيعملها لصالح إيه؟ لصالح أهوائه الشخصية، لا، كل حاجة بيعملها لصالح الإيه؟ الخير والناس وللدولة الإسلامية. فكان عهده كله رخاء وعدالة اجتماعية. طب تعالوا بينا مع بعض نعرف أعمال الراجل الطيب الجميل ده. أعمال عمر بن عبد العزيز إن هو حافظ على المال العام، يعني كل فلوس الدولة كان بيحافظ عليها، مش بياخدها ليه أكيد. فكل الهدايا اللي كانت بتجيله وبتيجي لزوجته وأولاده وعيلته كلها، راح واخدها كلها وحطها في خزينة الدولة الإسلامية. فأعاد ما وهب له من أموال هو وزوجته لبيت المال عشان يصرف منها على الفقراء المساكين. كمان طلب من بني أمية ارجاع ما أخذوه لبيت المال. مين هم بني أمية؟ اللي هو العيلة بتاعته وأقاربه ومعارفه. كل الحاجات الفلوس اللي خدوها أو الأموال اللي جات لهم، عمر بن عبد العزيز طلب منهم ان هم ايه يرجعوها برضو لبيت المال، عشان ناخد الفلوس دي نحطها في بيت المال ونصرف بيها على الفقراء المساكين. كمان عمر بن عبد العزيز كان بيعين ناس، مش اي ناس، بيعين ولاة. ايه هم الولاة؟ ولاة جمع مفردها والي، والوالي ده اللي هو بيمسك مقاطعة او بيمسك مدينة او بيمسك بلد. تمام. فكان بيعين ناس، مش اي ناس وخلاص، لا، ناس عندهم تقوى وعندهم صلاح وعندهم حسن سيرة، وايه، وسيرتهم جميلة كده والناس بيحبوهم. فما كانش بيعين اي حد وخلاص، لا، لازم يكون ايه، لازم يكون عادل مش ظالم طبعا. واهتم بالعمران، عمل برضو ايه مباني، وعمل حاجات كتيرة جدا، وانشأ مساجد زي مثلا المساجد اللي انشأها، ومهد الطرق وحفر الآبار. يعني كان بيظبط الطرق عشان تمشي فيها ايه، تمشي فيها الخيول او تمشي فيها الجمال او تمشي فيها العربات. تمام. وحفر الآبار في كل مكان مثلا بعيد عن مكان تاني، فكان بيحط بئر أو بيحفر بئر عشان الناس تشرب لو هي مسافرة إيه مسافات طويلة. فاستصلح الأراضي فعم الخير، فكانت الأراضي كان بيزرع فيها حاجات كتيرة جدا عشان الفقراء والمساكين. واحسن حاجة عملها الراجل ده ان هو كان بينشر الاسلام بالقدوة والموعظة الحسنة. يعني كان اي حد بيقعد معاه مش مسلم، كان عن طريق كلامه ولسانه الجميل يقنعه ويخليه فعلا يقتنع ان هو يدخل الاسلام بالكلام الطيب الجميل والموعظة الحسنة اللي كان بيمارسها عمر بن عبد العزيز. فما النتائج المترتبة على نشر الاسلام في البلاد بالقدوة والموعظة الحسنة؟ دخل الناس في دين الله افواجا. اخر جزئية هنتكلم عليها هي ضعف وسقوط الدولة الاموية. الدولة الاموية اللي احنا اتكلمنا عليها في بداية الدرس ضعفت في الاخر وسقطت في النهاية. طبعا ضعفت وسقطت لعدة اسباب. تعالوا بينا مع بعض نعرف ليه الدولة الأموية اللي أسسها معاوية بن أبي سفيان جت في أواخر أيامها وضعفت وسقطت تماما. مبدئيا كل الخلفاء اللي جم بعد عمر بن عبد العزيز كلهم كانوا خلفاء ضعاف، يعني ما كانوش عندهم قدرة ان هم يقدروا يحكموا. كانت شخصيتهم ضعيفة جدا فما قدروش ان هم يحكموا. وطبعا الحاكم لما تكون شخصيته ضعيفة ومش قادر ان هو يحكم، فطبيعي الدولة هتقع وهتنهار وهتضعف. فضعفت وسقطت الدولة الأموية بسبب تولي 6 خلفاء ضعاف بعد عمر بن عبد العزيز، وكان آخرهم مروان بن محمد. يعني بعد اللي جم
جم او كل اللي جم بعد عمر بن عبد العزيز كانوا كلهم ضعفاء، ما كانش عندهم طبعا شخصية قوية، ما كانش قادرين ان هم يحكموا، فكلهم كانوا ضعفاء، فالبلد وقعت وانهارت. وكان اخر واحد في الستة دول هم او هو مروان ابن محمد. كمان الامراء كانوا ضعفاء، وكان في بينهم صراع نتيجة تعيين اتنين في ولاية العهد. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني الامراء دول اللي هم ابناء او اولاد الخلفاء. لما يكون الخليفة عنده اكتر من اتنين او اكتر من واحد يعني، فكان الامراء دول اللي هم الابناء دول بيتنافسوا مع بعض وفي بينهم صراع عشان ايه؟ يتولوا الحكم بعد وفاة ابيه. يقول لك لا ده انا عايز امسك الحكم، التاني يقول له اخوه لا انا اللي همسك الحكم، فكان بينهم خناقة وكان بينهم صراع. واحيانا كان الخليفة كان من بعد ما يموت كان بيعين او كان بيتم يعني تعيين اتنين في ايه؟ في ولاية العهد. وطبعا الاتنين دول اكيد هيكرهوا بعض عشان واحد منهم بس هم اللي هو اللي عايز ايه؟ يسيطر على الحكم. كمان كان في صراع بين القبائل العربية على النفوذ والمناصب، على تولي المناصب والنفوذ المهمة. رؤساء القبائل العربية اللي هم الناس الكبيرة في السن كان في بينهم خلافات عشان كل واحد فيهم كان عايز يبسط سيطرته ويفرض نفسه على المناصب المهمة. وطبعا كل ده مش مهتمين طبعا بمصالح الرعية والناس، فالبلد وقعت وانهارت. كمان الموالي كرهوا الأمويين. ثانية واحدة، مين هم الموالي دول أصلا؟ الموالي دول اللي دخلوا الإسلام جديد بس ناس مش عربية، يعني ما بتتكلمش عربي، يعني ناس جنسيات تانية غير العرب بس مسلمين. الناس دول قلنا عليهم ايه؟ قلنا عليهم الموالي. الموالي دول كانوا شايفين ان الامويين بيفضلوا العرب عليهم. الموالي كانوا بيقولوا هم شايفين من وجهة نظرهم ان الامويين اللي هم حاكمين الدولة الاسلامية كانوا بيفضلوا العرب على ايه؟ على الموالي. فالموالي كرهوا الامويين لانهم كانوا يرون ان الامويين يفضلون العرب عليهم. ده غير كان في ثورات كتير وفتن كتير، وطبعا انت عارف اي دولة بيكون فيها ثورات كتيرة جدا فالبلد طبعا بتضعف وتنهار، مثل الثورات اللي قام بيها الشيعة والخوارج. كمان بقى اكتر حاجة خلت الدولة الاموية تضعف وتنهار الدعوة العباسية. طلع واحد بقى كده اسمه ابو مسلم الخراساني. ابو مسلم الخراساني ده كان من الموالي اللي هم الناس المسلمين بس مش عربيين. ابو مسلم الخراساني قال ان احنا مش عايزين الامويين تحكم، احنا عايزين ناس جديدة تحكم. فعمل دعوة، قعد يدعي الناس يقول لهم يا جماعة الامويين دول ما عادوش ليهم لازمة ومش مهم ان هم بعد كده يحكموا البلاد، فاحنا عايزين واحد مننا. طبعا ابو مسلم الخراساني هو اللي بيقول كده، احنا عايزين واحد مننا يحكم الدولة الاسلامية. فعمل دعوة سماها الدعوة العباسية. فالعباسيون اجتمعوا مع بعض وقدروا ان هم يدخلوا حرب وهزموا فيها الأمويين. والحرب دي أو المعركة دي كانت اسمها معركة الذاب. وقدر العباسيون يكسبوا الأمويين في معركة الذاب، والكلام ده كان سنة 132 هجريا. ايه اللي حصل بعد خلصت معركة الذاب؟ ما النتائج المترتبة على معركة الذاب؟ قتل آخر خليفة أموي اللي هو مروان بن محمد، واتقتل هنا عندنا في مصر. وطبعا بمقتل آخر واحد أموي خالص خلصت وسقطت الدولة الأموية، والناس كلها والمسلمين بايعوا. يعني ايه بايعوا؟ يعني اتفقوا ان واحد جديد يحكم الدولة الإسلامية اللي هو محمد بن علي اللي لقب بعد كده بأبو العباس. وأبو العباس ده هو أول خليفة عباسي مسك حكم الدولة العباسية بعد ما سقطت خالص الدولة الأموية. وبكده نكون خلصنا أول درس عندنا في منهج التاريخ في تانية إعدادي اللي هو الدولة الأموية. لو فهمت الدرس وعجبك الفيديو اعمل لايك وشير وتاج مع أصحابك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من طلبة تانية إعدادي، واستنون إن شاء الله في الفيديوهات والدروس اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.